السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متابعيني الكرام. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم حلوى رائعة جدا جدا بدون بيض، كتذوب في الفم، كتجي رائعة، كتجي كتذوب في الفم كما تشوفوا هنايا، وبمكونات بسيطة سهلة جدا في التحضير. كتعطينا 120 حبة، اللي خرجت ليا عطاتني 120 حبة وبدون بيض واقتصادية. إلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ما تنساوش لايك، تعليق واشتراك، وتشاركوا المنشور مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة على الجميع. وما تنساوش تخلوا لي تعاليقكم. غمضوا على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. كأس ونصف من السكر، كأس من الزيت، نصف كأس من حبيبات الشوكولاتة ديال كوكيز على هذا الشكل، ونصف كأس من كاوكاو كونكاسي أو كاوكاو مهرمش اللي هو الفول السوداني، جوج علب من الياغورت، 125 غرام من الزبدة اللينة بدرجة حرارة المطبخ، جوج أكياس من خميرة الحلويات ما يعادل 16 غرام، كل كيس فيه 8 غرام. أنا استعملت نكهة الكراميل، ممكن استعمال نكهة الليمون الحامض أو قشور الليمون الحامض أو الفانيليا اللي كيتوفر عندكم. بالنسبة للدقيق أنا استعملت تقريبا 500 غرام، وكيبقى على حسب نوعية الدقيق. اول حاجه كنعملو السكر، غادي نخدموه مع الزبده. غنخدم السكر مع الزبده جيدا. دائما الزبده مع السكر كنبقاو نحكو فيها بالكف ديال اليد ديالنا حتى كتعود بحال الكريمه كما تشوفوا على هذا الشكل هكا. من بعد غادي نضيف لها الزيت، وما تنساوش دائما تضيفوا واحد القبيصه ديال الملح في اي حلوه كتعملوها. دائما ضيفوا واحد قبصه ملح باش كتعزز ديك المذاق ديال الحلوه ديالنا. كنخدم جيدا كما شفتوا هنايا. ممكن تخدموها في اي اناء، ممكن تستعملوا طراب كهربائي او ممكن تستعملوا طراب يدوي او اليد ديالكم اللي بغيتو. كنضيف ملعقه صغيره من نكهه الكراميل، كنضيف الزبادي او الياغورت. انا استعملت علبتين. هاد الحلوه هذه كتخرج لنا 120 حبه، يعني بالطريقه اللي قطعتها انا غتبقاو معايا تشوفوا كتخرج 120 حبه. واللي بغى يعمل نصف المقادير ممكن تعملوها على شكل غريبه او هلال او اي نوع، اي شكل يعني حبيتو. كما شفتوا هنا كنضيف باقي العناصر، الشوكولات و الكاوكاو كونكاسي. ممكن استعمال اللوز كونكاسي، ممكن الاستغناء عن هاد المكونين هادو الشوكولات والكاوكاو، ممكن تستغناو عنهم. الا توفروا عندكم تعملوهم، ما توفرش عندكم ما كاينلاش، ماشي ضروريين. يعني ممكن انا دخلتهم في الحلوى، ولكن ممكن نتوما تستغنوا عنهم ماشي مشكل. ضفت الخميره ديال الحلويات. دائما حلويات عفوا دائما خميره الحلويات كنغربلوها مع الدقيق. طبعا الدقيق هذا راه مغربل منخول، والدقيق دائما كنبقاو نضيفو شويه بشويه حتى كنحصلوا على العجين متماسك. بالنسبه للعجين كما تشوفوا هنا كتخرج عندي عجينه لينه جدا، رطبه رطبه بزاف، يعني كتشوفها كتقولها غادي تلصق في اليد وهي ما كتلصقش، رطبه بزاف. دابا غادي نبدا نخدمها. انا قطعتها على جوج وغادي نبدا نخدم فيها، كل قطعه غادي نخدمها بوحدها. كنجيب واحد بلاستيك اللي غادي نخدم عليه، كنعمل واحد الكويره ما بين بلاستيكه وبلاستيكه، يعني كنعمل على هذا الشكل هكا. كنقرصها فقط باليد ديالي لان ساهله رطبه بزاف، فكتدغيا بسرعه تبسط بسرعه. هنا من بعد ما بسطتها كما تشوفوا على هذا الشكل هذا عطاتني واحد القوام مزيان. طبعا كنديروها ما كنغلظوهاش بزاف،
انتما غتشوفوا القوام ديالها كيفاش داير على هذا الشكل. انا عملتهم يعني هلال صغير يعني متوسط، ما عملتش هلال كبير وما عملتش هلال صغير، عملت هلال متوسط فعطاتني 120 حبه. بهذه الطريقه هذه كنزولوا داك الطرف الصغير الاول كنحيدوه ما كنحطوش، وعاد كنبداو كنقطعوه باش كيجينا الهلال هو هذاك مقطع مقاد، وكنقطعو كنجر شويه قدام باش هكا نلقى كيفاش نهزها. هذا هما الشكل ديالهم من عملتهم في اللاطه ديال الفرن. هذا هو القوام ديالها كما شفتوا هنايا رقيق يعني ما غليظاش بزاف. انا عملتها على بحال غتعملوا صابلي، يعني صابلو غتعملوه غير قطعه واحده، ما غتعملوش قطعه فوق قطعه بهذا الشكل هكا. والشكل كيبقى اختياري، كل واحد كيعمل الشكل اللي كيناسبه واللي كيبغي. ممكن تعملوها دائره او ممكن تعملوها هلال او ممكن اللي يعجبكم. بالنسبه للصلصه اللي غادي استعملت هنا صلصه عملت تقريبا نص 2 كيسان او 2 كؤوس من ماء الزهر، يعني كأسان من ماء الزهر، وملعقتان من الكاكاو المر، وملعقتان من السكر. الحلوى كنديروها في الفرن. انا طيبتها في الفرن على درجه حراره 180 تقريبا، ما بين 170 180 حتى كطيب على خاطرها. كيتورد اللون ديالها من الفوق ومن التحت، يعني كنشعلوا عليها من التحت حتى كطيب ونشعلوا عليها من الفوق تورد اللون الوجه ديالها صافي. كنخرجوها من الفرن، كنخلي الحلوى حتى كتبرد وكنعمل الصلصه. بالنسبه للصلصه انا عملتها فوق النار كما شفتوا هنا. خلطت الخليط بالطراب وهو بارد، حطيته فوق النار حتى درجه الغليان، ومن بعد زولته وضفت له الشوكولاط. ضفت له 100 غرام ديال الشوكولاط، تقريبا 12 مربع من الشوكولاته. بالنسبه للكاس اللي كنوزن به هنايا فيه 150 مليلتر، يعني تقريبا استعملت هنا 300 مليلتر ديال ماء الزهر. 300 مليلتر من ماء الزهر، ملعقتان من الكاكاو، وملعقتان من السكر. عملتهم حتى غلاو، ضفت لهم 100 غرام من الشوكولات الخام. بالنسبه الصلصه كتكون سخنه والحلوى كتكون بارده. كنوضع فيها الحلوى وهي سخنه. هاد الصلصه هذه خاصها تكون سخونه. كنحطوا فيها كنغمسوا فيها هاد الحلوى هذه حتى كنغمسوها، ومن بعد كنزولوها وكنفندوها في الكوك او جوز الهند. هاد المرحله هذه كتبقى اختياريه حتى هي. ممكن تعملوهم فقط في المربى المشمش اللي ما كيحبش الماء الزهر او ما كيحبش هاد الكوك او جوز الهند. ممكن تعملوهم في مربى المشمش مخفف وتعملوا لهم لوز كونكاسي او كاوكاو كونكاسي، فكيجيو حتى هما كيجيو زوينين بديك الطريقه. فكنعملوهم في هذا سخون، الصلصه تكون سخونه باش كتشرب ديك الحلوه ديالنا وكتجي رطبه وهشيشه كما تشوفوا هنايا. الحلوه كتزيد كتنفخ مازال وكتجي رائعه كما تشوفوا هنا. من بعد ما كملت الكميه كامله، انا عملت نصف الكميه تقريبا عملتها بكوك بيض عادي، والكميه الاخرى عملتها بالكوك محمر، جوز الهند محمر كما تشوفوا هنايا. حتى هو كيعطي واحد الشكل رائع، بجوج بهم كيعطيو شكل رائع، الكوك محمر او الكوك عادي. نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم وينال الرضا ديالكم. بالنسبه لهاد الحلوه هذه خرجت لي 120 حبه. 120 حبه يعني كميه هائله رائعه، وكتجي هشيشه. نتوما غتشوفوا غنقطعها معكم وغتشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيجي رائع. كتجي رطبه هشيشه وزوينه، والمذاق ديالها كيجي هائل جدا بمذاق الكراميل والشوكولاته، يعني شي حاجه رائعه رائعه، مذاق رائع كما تشوفوا هنايا. قطعتها قدامكم هشيشه وكتفرتت يعني كتذوب في الفم.
يعني ماشي قاصحة، ماشي بدون بيض، ولكن كتجي رطبة وهشيشة وكتذوب في الفم وكتجي رائعة وكتعطينا كمية هائلة. نتمنى يعجبكم الفيديو تاع اليوم ونال الرضا ديالكم. ما تنسوش لايك، تعليق واشتراك في القناة. شكرا على التتبع ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.